مين كان عايش على الأرض قبل نزول سيدنا آدم عليها؟ تعال أقولك. طبعا أول إجابة هتيجي في دماغك الجن. أيوة، الجن كانوا عايشين في الأرض قبل الإنس، وفي آثار بتقول إن الجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كانوا بيتكلموا عن تجربة سابقة مع الجن. وفي بعض التفسيرات القديمة ذكرت إن كان في مخلوقات اسمهم الحن والبن والنسناس، وهبقى اعمل عنهم فيديو منفصل. يا ريت بقى تشترك كده وتصحصح معايا في القناه وتعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات عشان ربنا يفتحها علينا. الحن والبن اللي هم نسناس كانوا قبل الجن وافسدوا في الارض برضه، فبعت الله سبحانه وتعالى الجن عشان يطردهم ويحاربوا ضدهم، وبعد كده بعت سيدنا آدم انه يكون خليفة بعده بالارض. الملائكة كانت موجودة طبعا في السماوات، وبعضهم نزل للارض لتنفيذ اوامر الله، لكن ما كانوش سكان الارض، بمعنى انهم يعمروها يعني. اما بقى سيدنا آدم عليه السلام نزل في ارض الهند، واتقال في منطقة اسمها سرناديب اللي هي سريلانكا حاليا. وستنا حواء نزلت في منطقة قريبة من جدة في الحجاز، واتسمت جدة بالاسم ده لأنها جدة البشر. بعد كده اجتمعوا في جبل عرفات، عشان كده اتسمى باسم عرفات لأنهم تعرفوا فيه. أول حاجة عملها سيدنا آدم لما نزل كان وحيد وخايف وتايه. بعد ما خرج من الجنة أول حاجة عملها دعا الله سبحانه وتعالى وتاب وبكى كتير جدا، لأنه عصى الأمر الوحيد اللي ربنا ألهمه. بعد كده بدأ يعلم نفسه الزراعة والصناعة وأساسيات البقاء في الأرض. لما اجتمعوا عند جبل عرفات عاشوا مع بعض وبنوا أسرتهم الأولى، وبدأ من هناك نسل البشرية. أما بقى شكل سيدنا آدم وستنا حواء، آدم عليه السلام كان جميل جدا وضخم جدا بارتفاع 30 متر، وخلق في أحسن تقويم وأجمل صورة. أما بقى ستنا حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر تحت قلبه، رمز المودة والرحمة والقرب.